يا شيخ محمد، يعني حتى عندما علي عبد الله صالح قلب علينا وفجر معركة، يا كانت بقى تنتهي يا بقتله يا بقتل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، لأنه كان لابد الطرف يحسمها. وعندما قتل ما عمرنا سخرنا منه، أنتم من كان يسخر منه، صاحب الثلاجة مدري إيش. حتى شوف ما سخرنا من علي عبد الله صالح، لأنه حتى نفرض أنه كان في هناك انقلاب، هل هذا يستدعي استدعاء العدوان الخارجي؟ طيب ما كلها انقلابات وبالقوة العسكرية. ثورة 62 بالقوة العسكرية وبالدبابة. السلال خرج عن السلطة بانقلاب. عبد الرحمن العرياني خرج بانقلاب. إبراهيم الحمدي قتله وقدك داري بالطريقة اللي صفوه. طبعا جماعة الأخوة المسلمين والتيار المشيخي اللي معهم كانوا جزء من عملية قتل إبراهيم الحمدي وإسقاط مشروع التحرري. هذا سؤال خطير، تفضل يا أخ محمد. هذه حركات منك يا طارق. أوه الله، يعني كأن لا كلامه والله لا كأن كلامه قد هو يعني معتبر وكلامه حق وما عاد باقي إلا بس. يعني ما هذا يا طارق، الناس لا يدير الحوار بهذه الطريقة. هو سؤال بس لا تعظمه أمام الناس. أهو يعني كلام عادي. وأيضا الغشمي نفس الشيء بقتل، وعلي عبد الله صالح يعني أيضا بالقوة، ولا كان عادو يشتي يعمل ابنه. إذن يا شيخ محمد، ليش حتى ولو فرض انقلاب هذا لا يعطي المبرر للمكون السياسي أن يستدعي الخارج للعدوان على بلد. طيب محمد بن سلمان انقلب على محمد بن نايف، وقبلها على عمه أحمد، وقبلها على مقرن. في قطر حمد انقلب على أبوه، وهذا لم يستدعي يعني في الدول العربية والإسلامية يعني كلها بهذه الطريقة، وهذا لا يبرر أن يكون هناك عدوان خارجي. ومع ذلك كملت ال5 دقائق يا أخ طارق، باقي طيب دقيقة لكن يلا نتنازل بالشيخ محمد. تفضل، معك 6 دقائق. طيب يا أخ محمد البخيتي، أنا بس أطلب منك لأنك تقول كلام مهم جدا، وهذه السؤالين أنا ما بتجاوزها شيء، لازم نسمع الجواب من الأخ محمد الحزمي، ولا بنحسبهاش من وقتك يا أخ محمد الحزمي، بس أشتي إجابات صريحة وواضحة. شوف، الأخ محمد البخيتي بيتهمكم اتهام صريح أنكم كنتم جزء من محاولة من اغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي. هل فعلا أنتم جزء من هذه المؤامرة التي حصلت على إبراهيم الحمدي، أو من هو الذي قتله؟ هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، هو بيقول ليش تحرموا عليهم الولاية وتحللوا لأنفسكم الخلافة؟ طب إيش الفرق بين الولاية والخلافة؟ يعني إذا كانت حرام عليهم ليش تحللوها لكم؟ هذا السؤالين ما هيش من ال5 دقائق حقك، جاوبهم وبعدين خذ ال5 دقائق حقك عشان ترد. طيب قبل ما أدخل أرد على الشيخ محمد البخيتي، سأرد على سؤالك الأول والثاني. أول شيء سهل الاتهام، أنتم فعلتم، أنتم كذا كذا. الذي يتهم عليه أن يثبت، وليس كل متهم عليه أن يبحث عن براءته دون الإدانة من خصمه. فأنا عندما أتهم محمد البخيتي سأتي بالدليل، لا أن يأتي هو بدليل براءته، بل أنا المطلوب لأن البينة على المدعي. هذا الذي تعلمناه من ديننا. هذه نقطة. النقطة الثانية أو السؤال الثاني، أنت تتكلم عن إيش؟ عن الولاية والخلافة، صح؟ بس ما جاوبت شيء الحين. هل يعني أوكي، من هو الذي قتل إبراهيم الحمدي؟ أنا لا لسنا اليوم أنا لا أتحدث. أنا أتحدث حول الانقلاب الحوثي، وهو يتكلم عن الاعتداء يسموه العدوان. هذا محورنا. لا نريد. هو سأل السؤال، من حقك تحفظ، من حقك تحفظ. يا أخ طارق، شوفوا، خلق اليوم معارك جانبية ونحن في مرحلة مفصلية لا نقبله، ولا أشتي أدخل معه ضد. لا يقول لي دحين هو ليش أثار موضوع حادث النهدين، ليش موضوع. هو يريد أن يجرني إلى صراعات جانبية أنا لا أريدها. أنا صراعي اليوم مع الحوثي. يعني بمعنى أنت تتحفظ في موضوع إبراهيم الحمدي، أنت تتحفظ في الرد على هذا الموضوع. ما أريد أدخل في هذه الإشكاليات، ولا حتى في موضوع مقتل لأنهم الرئيس شركاء في قتل إبراهيم الحمدي. تمام. طيب. تمام. كنت أنا قد أقول لك البينة على المدعي وليس على المتهم. أن المسألة الثانية، محمد البخيتي أنا الآن جريته إلى أنه يجيب، وأنا كنت عارف الإجابة.
عندما يقول أن عبد الملك الحوثي سيكون في ظل دولة الشراكة والسلم قائد الثورة. بالله عليكم، كيف سيكون هناك دولة تعتمد الدستور والقانون، يعني والمساواة بين المواطنين، ثم يقول لي لا أنت عليك يقول يجب علينا أن نعترف بالواقع، أي أن نخضع للواقع. الواقع أنهم مسيطرين على الدولة، وأنهم سيفاوضونك على ما بيدك. أما الدولة والواقع والسلاح والمؤسسات والمشرفين، هذا واقع يجب أنك تخضع له. ثم يدعو إلى الحوار والمصالحة على هذا الأساس. والأخ واس سأله سؤال، وأنا دائما أسألهم سؤال وهم يتهربون منه. طيب أنتم تدعون إلى الحوار، وأن هناك سيكون شراكة وطنية، وأن هناك الناس سيخضعون للدستور والقانون، لكن عندما تسأله أين موقع عبد الملك الحوثي في هذه الدولة الدستورية القانونية، يتهربون من الإجابة عليه كلهم، بما فيهم الأخ محمد البخيتي من الأول، والأخ واس يقول له هذا السؤال وهو يدخل له من سؤال إلى سؤال. والله دائما محمد يقول لك قولوا آمين اللهم أهلك الباطل وحزبه. الله، أنا سأقول الآن إحنا نص من الليل، أمنوا معي، اللهم أهلك الباطل وحزبه وأنصر الحق وأهله. لم أكن أدري أني على حق، ما وقفت وضحيت وعملت هذا كله، وقبلت التشرد وقبلت النهب اللي عملته لي. ما قبلته. يعني في النهاية يا أخ محمد، شوف، في عقل، خاطبوا الناس بما يعقلون. أنت الآن تجي تقول لي والله العدوان السعودي وموضوع غزة وكذا، أنا ماش قضيتي. لا، أنا قضيتي العدوان الذي أنت شنيته علي، وأنا وأنت على طاولة الحوار في موزمبيق. أنا قضيتي أنك انقلبت على الإرادة الشعبية وذهبت حاصت رئيس دولة قبل أن يأتي السعودي والتدخل السعودي والتدخل الغربي وقرارات مجلس الأمن. أنت الذي حاصرت إرادة شعبية تمثلت في انتخاب رئيس جمهورية، جيت حاصرته وتفرض عليه شروطك أن يشرعن لك الانقلاب، وإلا حاصرته. أنت طاردته بالطيران إلى عدن. أنت أخذت السلسلة وأغلقت مجلس النواب يا محمد، لكي مجلس النواب المؤسسة التشريعية، يعني أنت ألغيت المؤسسة الدستورية بانقلابك، ثم تقول لي لا هذا مش هو انقلاب. طيب الانقلاب ما هو يعني؟ إذا كان يا محمد هذا ليس انقلاب، وأنت قد انقلبت على الشرعية الدستورية وألغيت الدستور وأعلنت حقك المرسوم الدستوري، وتقول لي هذا ليس انقلاب. طيب والانقلاب إيش هو في مفهومك؟ تفضل. حياكم الله جميعا. أنا سأبدأ أجيب على أول سؤال للشيخ محمد الحزمي، وأريد تعليق منه، وسؤاله حول ما موقع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مستقبل الدولة اليمنية. أنا أقول لك يا أخ يا شيخ محمد، وأنا بعدين أريد الإجابة منك. ما الذي يمنع أن يكون موقعه كما كان موقع الزنداني، أو الموقع اللي كنتوا تروه للزنداني عندما يستعيد الخلافة في عام 2025 أو 26 كما أدعى؟ أيش اللي يمنع؟ تفضل يا أخ محمد. حلو السؤال هذا. أنت تهرب من سؤال واقعي إلى سؤال افتراضي. ماذا سيكون الشيخ الزنداني؟ الله يرحمه قد مات طبعا. شوف التهرب حقك من كيف يا أخ محمد. أنا شوف أقول لك أخ، أنت ما رضيتش تقول حتى أخ، يعني لكن سهل، مش إشكالية. لكن أنا أريد أن أبين للمستمعين كيف أنكم تتهربون. أنا أسألك سؤال واقعي. أنت ادعيت إلى الحوار وإلى الشراكة وإلى أنا أجبتك يا أخ محمد. أنا أجبتك قلت لك ما طيب الذي يمنع؟ اسمح ما لي الذي يمنع اسمح لي أن طيب يكون موقعه تمام أيوة كما أي هو تمام الموقع الذي كنت تريده تمام أيوة للزنداني؟ أيوة أيوة، ما الذي يمنع في ذلك؟ تمام لحد الآن أنا عندنا ما جاوبتك، ما ردكش عليك، ما أنا لم أرد عليك. أول شيء الزنداني كان عضو مجلس رئاسة يخضع للدستور والقانون. تم صعوده بإرادة شعبية، بإرادة لأن الحزب الإصلاح دخل في الانتخابات وشارك في العملية السياسية.
لم يأتي ويقول أنا لدي نص إلهي أحكم الشعب اليمني. هذه انا واحدة. اسالك عن الخلافه. اسمح لي شوف، وأنت انا اسالك عن الخلافه. الآن سأجيبك. يعني الزنداني اللي طيب الآن الزنداني بشر، اسمعني، شوف، أنت الزنداني شوف بشر بدوله الخلافه، من حلو اللي كان بيكون الخليفه؟ حلو. شوفوا يا إخواني، أنا أدعوكم جميعا تدخلوا جوجل وتطلعوا المقطع الذي اجتزأوه. الشيخ الزنداني رحمه الله تكلم عن نائب رئيس مجلس الدوما أنه أشهد بأن عصر الخلافة الجديد في الطريق. قرر مجلس الأمن القومي في آخر الأمريكي قرر مجلس الأمن القومي الأمريكي في آخر تقاريره التي قدمها إلى أوباما بأنه في عام 2025 ميلادية سوف يعلن المسلمون قيام الخلافة. قال أنه يتوقع الخلافة في كذا كذا. شوف كيف جاءوا جزأوا الفيديو، والآن شوفهم مصدقين. يعني عملوا الكذبة وجالسين. هذا الشيخ الزنداني ينقل عن نائب رئيس مجلس الدوما ذاك اليوم في المحاضرة، وهم جاءوا اجتزأوا بعدوا عن كلمة نائب رئيس الدوما الروسي، وأخذوا الكلمة الأخيرة وقالوا طيب افهم الزنداني. من ذلك انك ضد الخلافه الاسلاميه. اسمح لي شوف، لا تتهرب من السؤال. وانا شوفوا يا اخواني، انا اتحدى الاخ محمد ان يجيب اجابه مباشره على سؤالي. انت الان دعوت للحوار بين اليمنيين والشراكه بين اليمنيين. سؤالي فقط وسؤال كل الشعب اليمني: ما موقع عبد الملك الحوثي في الدولة التي سيشارك الشعب اليمني فيها؟ جوب إجابة دون أن تلف أو تدخل لي بأسئلة أخرى. جوب إجابة مباشرة، قل سيكون موقعه كذا 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 وفق الدستور، أو أنه سيظل قائد للثورة أو ولي الفقيه. جوب يا أخي، ما إيش المشكلة؟ إيش المانع؟ لا تتهرب وتديني انا جاوبتك استفسارات آخر. يا اخي محمد، شوف، انا جاوبتك وشوف. ما جاوبتش. بالنسبه لنا إذا شوف، خلاص، اسمعني إذا اسمعني، شوف، تعتبروا بالنسبه لنا يا اخي، شوف، بالنسبه لنا يا اخي محمد، شوف، الان ما هو مشروع الاخوان؟ مشروع الاخوان واستعاده الخلافه الاسلاميه. يا أخي هذا خلي مشروع مشروعنا. الإخوان والإصلاح، هذا ونحن بالنسبه أثبت لنا، مشروع. شوف، هو لا يوجد فرق. شوف يا اخي، شوف، هو فقط في المسميات، لا يوجد فرق في مفهوم الخلافه او مفهوم الولايه، هو واحد. والمشكله ذا الحين احنا في ما بيننا احنا والاخوان المسلمين، هو المنطلق واحد، سواء سمها خلافه، سواء سمها امامه، سواء سمها ولايه، اي شيء، هي نفسها نفس المفهوم. وهذا اسمع، لحظه يا اخ طارق، لحظه، هو ذا الحين نقاش تمام. الله يبارك. شوف، ما ايوه انا بس لذلك اعطيني يا دقيقه. اخي خلاني اكمل له بعدها، يعني موضوع مهم. لذلك يا اخ يا شيخ محمد، يعني من حق الاخرين انهم يجوا ينتقدوا انصار الله، لكن انتم كاصلاح ما من حقكم انكم تنتقدوننا على شيء انتم تؤمنوا به اكثر مننا. ليش؟ لاننا عندنا قضيه الولايه ليست مفهوم السلطه بالمعنى اللي انت تعتبره. نحن بالنسبه لنا الولايه تتحقق بمجرد ان تعرف من توالى، وليس بالضروره ان يكون على راس السلطه. طيب لكن بالنسبه لكم الخلافه عندكم لا تتحقق لحظه الا عندما يصل الى السلطه، وهنا الاشكاليه. انك تسعى ان تفرض يعني مشروعك على الاخرين. ممتاز. طيب الان دعني، لكن لما اجيب دعني اجيب على بقيه الاسئله اللي لا خلينا في السؤال بالنسبه هذا. بالنسبه للسيد عبد الملك، النقطة هذه أنت تريد أن تهرب منها. الله يرضى عليك يا شيخ محمد. شوف، بالنسبه للسيد عبد الملك، شوف، السيد عبد الملك اليوم يعني في المستقبل، السيد عبد الملك هو قائد الثوره اليمنيه، قائد استعاده سياده واستقلال اليمن، قائد على ما عادش فقط على مستوى اليمن، قالوا على مستوى العالم العربي والإسلامي، لأن هذا القائد تصدر كل الدول العربية باليمن، تصدر كل الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق بمناصرة قضية إخواننا في غزة. اليوم الكثير من أبناء الأمة العربية والإسلامية ينظرون إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كقائد للأمة، وأن هذا هو الرجل المناسب الذي ينبغي أن يقود الأمة. وبالنسبة لنا هو شوف، بالنسبة لنا السيد عبد الملك هو مرجعيتنا دينية، ولذلك احنا بالنسبة لنا، شوف، احنا خليني أكمل لك. شوف، احنا واضحين، شوف، احنا ما احناش مثلكم غامضين. احنا شوف واضحين. احنا بالنسبة لنا
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ومرجعيتنا الدينية، وإحنا عندنا مشروعنا الثقافي، ولكن هذا مشروعنا الثقافي شيء خاص بنا، ليس من حقنا أن نفرضه على الآخرين. وفي المقابل وليس من حق أحد أن يحاكمنا على مشروعنا الثقافي. ليش؟ لأنه لدينا برنامج سياسي، أنت حاكمنا على البرنامج السياسي. تمام تمام. طيب. تمام. كنت أنا قد أقول لك البينة على المدعي وليس على المتهم. أن المسألة الثانية، محمد البخيتي أنا الآن جريته إلى أنه يجيب، وأنا كنت عارف الإجابة عندما يقول أن عبد الملك الحوثي سيكون في ظل دولة الشراكة والسلم قائد الثورة. بالله عليكم كيف سيكون هناك دولة تعتمد الدستور والقانون يعني والمساواة بين المواطنين، ثم يقول لي لا أنت عليك قائد ثورة ينتمي إلى جماعة الحوثيين أو طيب يا إلى جماعة شيخ أنصار محمد، الله؟ شيخ محمد، لحظة. انا اشوف وقتك، انا قلت لك الخمس دقائق حقك ما قديش محسوبه الى هذه اللحظه، بس انك السؤال الاول ما تجي تجاوبه ومن حقك ما تجي تجاوبه، يعني قد هو اعتراف ضمني انكم شركاء في قتل الشهيد ابراهيم الحمدي. لكن السؤال الثاني، الفرق بين الخلافه والولايه، ايش تعرف الفرق بينهم وليش تحرموا عليهم الولايه وتحللوا لكم الخلافه؟ هذا طيب برضو ما تجيش منه يعني تهرب. الله أول يحفظك. شيء أول شيء يا أخ طارق لا تقل اعتراف ضمني. يعني أنا ما أريد أجيب على هذا السؤال، وأقول لك أنا منكر إنكار كامل لهذه القضية، وهذا ادعاء باطل وعليه أن يثبته. أنت تقول لي اعتراف ضمني، يعني بأي عدل تحكم بهذا الكلام؟ اي هذه طيب نقطة. تمام. النقطة الثانية لما تقول لي الفرق بين الخلافة والولاية، أول شيء الإصلاح في أدبياته كلها لم يدعو إلى الخلافة، كل أدبياته، وأتحدى أي واحد يتكلم بهذا الكلام أو في إعلامه أو ما حد تكلم عن الخلافة. ثم إن صحت، وأنا أعمل لك استدراك، إن صحت الخلافة هذه حكم بها الإسلام، حكم بها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما حد قال معهم أنا معي صك إلهي أحكمك، يعني ما في إلا أنا الذي أحكمك. لا، الخلافة محمد البخيتي يحق له في ظل الخلافة أن يحكمني، والأخ طارق يحكمني، لكن الولاية لا يحق لمحمد البخيتي أن يكون قائد الثورة، لا يحق له أن ينافس عبد الملك الحوثي، ولا يحق لطارق أن ينافس عبد الملك الحوثي. هذا ليش؟ لأن عبد الملك الحوثي يقول معه نص إلهي، توارث نص إلهي. هنا يا طيب إخواني دولة بني أمية ودولة اسمح لي بني العباس اسمح هل لي كانت خلافة؟ اسمح لي كمل، لا تقاطعني. دولة العباسيين، الأمويين، دولة الممالك، دولة العثمانيين، دولة الممالك اليوم هذه لا تدعي أنها حق إلهي، لا تدعي أنها إذا لم تؤمن بالولاية فأنت كافر، كما قال منظركم محمد عبد العظيم الحوثي عندما قال من لم يؤمن بالولاية فهو كافر. الإشكالية هنا يا محمد، يا أخ محمد، الإشكالية في أنك لكنها تريد. كانت بالوراثة. اسمح لي كمل. لا هنا هي توارث يا أخي، اعمل نفسك ملك، اعمل نفسك رئيس جمهورية، اعمل يخضع للدستور، اعمل نفسه، وده دول الممالك هم ما فيش كانوا يقولوا هي مشكلة. خلافة وأنت تقول إني يا خلافة يا أستاذ محمد. يا عزيزي، أنت تتكلم عن دولة دستور وقانون ستكون هي الضامن لشراكة سياسية وسلام مجتمعي وسلام بين كل القوى في اليمن. هذه الدولة مستحيل أن يكون فيها قائد ثورة ومقدس. طيب أنت تقول هذه خصوصيتك الثقافية، يا أخي قائد عليك أنت، أنا ما أمنع إنه يكون قائد عليك، لكن أنك تريد أن تفرضه على الشعب اليمني وتقول لي تعال فاوضني على ما تحت من السقف الذي تحت عبد الملك الحوثي، ومش إشكالية، لكن هذا يظل رمز ويظل هو القائد الثورة. من هنا انتهى الحوار، وانتهى دعوة السلام الذي أنتم تدعون إليها وتزعمون أنكم تدعون إليها. نحن خلافنا كله حول هذا الولاية التي أنتم مصرون عليها. أما تجي تقول لي والله والخلافة وذا، عندما تطلع خلافة، حتى قلت لك لنفترض، برغم أن قد قلت لكم لا يوجد لا بأدبية الإصلاح ولا شيء ولا في إعلامه ولا حد يردد هذا الكلام إلا هم، مع ذلك قلت لك إن صح هذا فالخلافة لا تعني أنك معك حق إلهي، يعني تسيطر على الناس وتصادر حقوق الناس في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم.
هذا هو الفرق الكبير جدا. ثم أنت عندما تتحدث تقول والله مشروع غزة وما غزة. يا أخي محمد، أنت لا تستطيع أن تزايد على الشعب اليمني كله. الشعب اليمني كله مع غزة من زمان. أنا سجنت في سجون الكيان اللقيط ولأني ساهمت وأنا عضو في البرلمان. ما كنت بحاجة أن أنا أسير غامر ولا أسير ذا وأفك حصار وأساعد في فك الحصار عن غزة، لكن أعتبر هذا مبدئي وهذا ديني وهذا واجبي. فلن تجي تزايدوا علينا. الشعب اليمني كله، علي عبد الله صالح في ذاته كان يستقبل قادة المقاومة في القصر الجمهوري، منهم خالد مشعل، ما في وكان يدعمهم. الشعب اليمني كان يدعم فلسطين وما زال يدعم من منطلق مبدئي ومنطلق نصرة المظلوم وحق الأخوة. هذا الكلام لا غبار عليه. ثم أن محل النزاع ليس غزة. نحن مشكلتنا من قبل معركة غزة، من قبل أحداث غزة، مشكلتنا من قبل أحداث الأحداث التي جرت مؤخرا قبل عامين، مشكلتنا من 2004 يوم انقلبتم على طاولة الحوار. فلا تجي تتهرب لي وتحمل وتنتقل وتتقفز من موضوع إلى موضوع. خلونا يا إخواني نناقش نقطة نقطة. الآن انتهينا من نقطة أن عبد الملك الحوثي بالنسبة لكم سيظل قائد وكما تقولون وأنه قائد عالمي وقائد كذا كذا. هذه النقطة انتهينا منها. يعني لا طيب الآن يا شيخ محمد، يعني سمعت أنتم بتقولوا أنكم بتدافعوا على أنفسكم، أنكم مظلومين، أنكم بس بتقاتلوا من باب الدفاع. هم نفس الشيء يقولوا إحنا نقاتل عن نفسنا، ندافع عن أنفسنا. أنا كمواطن يمني ما نعرف من هو المدافع، من هو الظالم، من هو المظلوم، كيف أعرف؟ حلو جدا. كيف يعرف؟ ليش ما عشان الناس معاهم عقل؟ الناس يعرفوا أننا كنا في بيوتنا كما قلنا ولا اعتدينا عليهم. انقلبوا على طاولة الحوار واعتدوا على رئيس الدولة واعتدوا على مؤسسات الدولة ومعسكرات الدولة ونهبوا الناس ونهبوا بيوت الناس وقل لهم أينهم ساكنين. الأخ محمد البخيتي، وأنا أشكر له هذا الموقف، يوم ذهبوا يخرجوا زوجتي من البيت الثاني، من الأول قد شلوا، قلت له يا محمد خاصمونا بشرف. عملت له رسالة خاصمونا بشرف. عيب. قال ايش في؟ قلت اصحابك راحوا الزوجة في البيت وهم الان يعتدوا على البيت. وفعلا راحوا خرجهم وجلست فترة هكذا وبعدها ساروا مرة أخرى وشلوا البيت وشلوا كذا. لكن بالنهاية قد عمل. وهذا الكلام طبعا هو يذكره، وهذا مش اللي جرى علينا على لحاله، هو جرى على الناس كلهم. فهم كيف الآن بالله عليك؟ يعني أنا أشتي أستحلفكم بالله، هذا الناس كلهم اللي تشوفوهم يقاتلوا الحوثي، هل يعني كل هذه الجبهات وهذه الآلاف ومن ورائهم الملايين من اليمنيين، هل يريدوا يعتدوا على الحوثي؟ هل هؤلاء كلهم الملايين مرتزقة مع السعودية؟ هل هؤلاء الملايين كلهم عملاء لإسرائيل وأمريكا؟ أشي معكم عقل. يعني هؤلاء الناس الذين ضحوا والذين الآن ما زالوا يضحوا، هؤلاء كلهم مظلومين. هؤلاء اعتدى عليهم الحوثيون وهم كانوا آمنين في بيوتهم. كان في معنا ولو في دولة فيها من المفاسد فيها، يا أخي في النهاية هي دولة. يا أخي وسخ الدولة يستطيع الشعب أن يطهره بانتخابات، بصندوق الانتخابات. لكن وسخ الأيديولوجية التي تأتي بها وتقول أنا عندي حق إلهي أحكمك، هذا بإيش بتنظفه؟ لا صندوق انتخابات ينظفه ولا جلسة حوار سياسي ينظفه، لا. هؤلاء الحين زي ما قلت لكم، الأخ محمد يقول لك إحنا مستعدين للحوار، لكن عبد الملك الحوثي هو سيد الجزيرة العربية. هي يعني أنت داري ما معنى سيد الجزيرة العربية؟ يعني ماش مكتفين باليمن، عادهم سيدخلوا اليمن في حروب مع البقية، لأنه هذا مشروعهم. وأنتم تسمعونهم في كل حقهم الأخبار والمساحات والإعلام، وهم يتحدثون أنهم عدم سيأدوا صرخة في البيت الأبيض. طيب روحوا البيت الأبيض، اركبوا بواخر، اركبوا طائرات. ليش لازم تمروا على مارب وعلى عدن وعلى المخا وعلى الخوخة ليش؟ لماذا؟ مثل ما كان حسن نصر الله يقول اشتي يحرر القدس وما بينه وبين القدس إلا بضعة كيلومترات، ومع ذلك كان جالس يدور طريق القدس في سوريا. هذه إشكالية عندهم يا أخي، هذه السردية الناس قد سمجوها. أما أنتم عادكم حتى في المساحة وتطرح يا طارق ما هو دليلكم أنهم اعتدوا؟ والله دي كارثة. إذا أنتم مش دارين أنا فتلك مصيبة.